الطريقه بتتحكم فيها سواء في البي سي او الكونسول او حتى الهاند هيلد هي يمكن اهم حاجه عشان تقدر تاخد التجربه اللي تناسبك واللي تكون مرتاح لما بتستخدمها. وفي الفتره الاخيره في كنترولرز كتير بتقدر ان انت تستخدمها وليها طرق مختلفه، زي الكنترولر ده اللي تصميمه مختلف عن اي كنترولر تاني واللي موجود فيه تراك باد استجابتها ممتازه وادق جايرو جربته سواء في كنترولر او في هاند هيلد، واللي هنتكلم في الفيديو ده عنه بشكل كبير، واللي هتقدر تقرر فيه هل الاف بي اس مود اللي موجود في الليجن جو هو الافضل ولا الجيم باد المتعارف عليه في الاكس بوكس او في الجيم بيزيز كنترولر او حتى في البلاي ستيشن، ولا الطريقه الكلاسيك لاي جيمرز اللي هي بتتكون من ماوس وكيبورد. وفي اخر الفيديو ده هتقرر ايه اكتر كنترولر مناسب ليك والطريقه المناسبه ليك انت شخصيا. طب خلينا كده نبتدي باخر كنترولر انا حصلت عليه في الفتره الاخيره دي. الكنترولر ده جبته من فتره قصيره قوي لانه فعلا مميز جدا ومفيش اي كنترولر تاني فيه المزايا الموجود هنا او الشكل حتى الموجود هنا. الكنترولر ده مبدئيا تقدر تستخدمه على اي جيم بي سي وعلى اي كونسول، بس في الجيمز اللي تقدر تستخدم فيها ماوس وكيبورد، وبيجي بالريسيفر ده الوايرلس اللي تقدر تشبكه او عن طريق التايب سي تقدر توصله على الكونسول او حتى البي سي بتاعك. وفي اديشن تاني وايرد بيجي من نفس الكنترولر ده تقدر انت توصل بيه على طول، بس طبعا انا بفضل الوايرلس لانه بيكون اسهل في التحكم. طيب هو عباره عن ايه؟ عباره عن تراك باد. تراك باد هنا تقدر تستخدمها كماوس تراك باد وفيها كليكس كمان زي ما انتم سامعين كده. ده الصوت بتاعها، يمكن الصوت بتاعها مش احسن حاجه ولكن هي كليكابل تقدر تدوس عليها وتتحكم من خلالها. وكمان هنا بتقدر تستخدمه از ماوس، هنا الرايت كليك وهنا الليفت كليك زي كانك بتستخدم الار2 والال2، وفي هنا حرف الكيو وحرف الاي، وهنا كمان موجود فيها زد واكس. في الكنترولر ده هو موفر لك معظم الازرار الموجوده في الكيبورد، ولكن انت لازم تاخد وقت شويه عشان تقدر تتحكم. يعني مثلا لو انت عايز تدوس على نمبر 6 لازم تدوس على الاف ان الموجود في الخلف هنا دي باد ناحيه اليمين، وكمان هتلاقي فيه الالت هنا وازرار ثانيه وسكرولين ويل، وهنا الانتر وتقدر كمان تحوله مع الاف ان لاسكيب، وهنا ازرار ثانيه مختلفه بتقدر تحولها من حرف لحرف ثاني خالص، وفي جوي ستيك الكليك بتاعها عباره عن كنترول، وهنا السيتنجز وهنا التاب وكمان الاف 1. من الخلف هنا هتلاقي الموضوع مختلف شويه لان هنا زي ما قلت الاف ان، وهنا الشيفت تقدر ان انت توصل لها زي ما انت شايف كده بصباعك ده، وتقدر ان انت توصل للسبيس والكليك بتاعتها نفس الكليك بتاعت الكلاسيك ماوس الموجود، وهو فعلا ريتشابل لكل حاجه. انا بقدر اوصل كده لاخر التراك باد وبقدر ان انا اوصل للتحكمات بتاعتي، ومن الخلف كمان بقدر اوصل للشيفت والاف ان بطريقه سهله جدا. الاستخدام بتاعه لازم انت تتعود عليه فتره كبيره، يعني مش اقل من اسبوع او اسبوعين عشان تقدر ان انت تكون بتتحكم فيه بطريقه سهله، لانه صعب شويه في التحكم. الكنترولر ده ان انا لما جربته في التراك باد نفسها والحركه بتاعت التراك باد لقيته ممتاز جدا ومفيش فيه اي مشاكل. في الشوتنج جيمز التحكم فيه ممتاز جدا، وان انت تعمل موفمنت بدون جويستيك او بدون ماوس ممتازه جدا. انت تقدر تستخدم الكنترولر وتقدر كمان تستخدم التراك باد وتقدر كمان تستخدم الجايرو. الجايرو هنا مفاجئ جدا بالنسبه لي. الجايرو زي ما انتم عارفين اللي انت تقدر تستخدم حركه الكنترولر نفسه بوجود جايروسكوب جوه الكنترولر عشان تقدر تتحكم في الكاميرا نفسها جوه الجيم، وفي ناس كتير جدا بتفضل ان هي تستخدم الجايرو. الجايرو طبعا احنا عارفين ان هو كان موجود في اجهزه كتير من الهاند هيلد زي النينتندو سويتش مثلا وزي الستيم ديك والليجن جو، وكمان حتى موجود هنا في الدول سنس كنترولر. فزي ما انتم شايفين كده لما تيجي تستخدم الجايرو في الجيمز نفسها هتلاقي استجابته ممتازه جدا وكانك انت اللي بتعمل ايمنج او بتنشن بنفسك في الشوتنج جيمز طبعا. طيب دلوقتي قبل ما اتكلم عن العيوب الموجوده في الكنترولر ده خلينا في الاول نتكلم عن الكنترولرز الثانيه الموجوده عندنا. وطبعا افضل حاجه مفضله بالنسبه لي بالنسبه للكنترولرز هو الاكس بوكس اليت كنترولر 2. الاكس بوكس اليت كنترولر ده من افضل الكنترولز اللي انا جربتها في حياتي، من الكواليتي للكاستم بوتونز للفايبريشن فوليومز بتاعته للقطع اللي تقدر تستبدلها لحد التكتشر نفسه او الملمس نفسه اللي موجود في الكنترولر نفسه من ناحيتين دول، وان انت قد ايه تقدر تستخدمه لفتره طويله جدا بدون ما تزهق او تمل منه. وكمان البطاريه الممتازه جدا اللي هي بيلت ان جواه
جواه اللي بتفضل معايا بالايام، حتى انا ممكن انسى اخر مره شحنتها امتى. وطبعا بلاي ستيشن دول سنس كنترولر الغني عن التعريف. طبعا دول سنس ده بيتميز بالفايبريشن بتاعته اللي مش موجوده في اي كنترولر تاني، اللي بتدي لك هابتك فيدباكس عظيمه جدا. والارجونومكس طبعا مميزه جدا، بتقدر ان انت تتحكم وتوصل لكل حاجه بسهوله جدا زي ما انتم شايفين. بس طبعا في الجيمز الشوتنج التريجرز والتنشن الموجود والموتورات الموجوده في التريجرز نفسها حاجه مميزه ومش هتلاقيها في كنترولرز كتير. ويمكن اكتر حاجه كمان عجبتني ان هم ضافوا الكنترولز دي في الاصدار ده من البلاي ستيشن بورتال، لانك بتاخد نفس التجربه هنا بنفس الفايبريشن بنفس الهابتكس الموجوده. واكيد كمان طبعا لازم نتكلم على الاف بي اس مود الموجود في الليجن جو. فكره ان انت تكون ماسك الكنترولر بالشكل ده وتقدر ان انت تشوت وتعمل ريلود بالازرار دي كده، دي بتدي لك تجربه اميرسيف بطريقه كبيره، وحتى كمان بتغنيك عن الماوس وان انت تقدر تستخدمه. ويمكن دي حاجه مش موجوده في اي هاند هيلد تاني. وقد ايه الكنترولر فيه كاستمايزد بوتنز كتير قوي موجوده هنا، وحتى السكرولينج ويل الموجوده هنا ما نسوهاش شركه لينوفو وعملوها بشكل ممتاز جدا وريتشابل وتقدر توصل له بالشكل ده. وحتى كمان فكره ان انت تشيل خالص ثامب ستيكس منه وعشان تقدر ان انت تمسكه بشكل افضل، دي كانت من التفاصيل الممتازه جدا في الكنترولر ده. وفعلا انت مش هتلاقي كنترولر تاني يديك التجربه دي. يمكن ده طبعا جهاز غني عن التعريف وهو مش كنترولر، ولكن حبيت ان انا اذكره هنا لان هو مميز جدا في الديزاين بتاعه وطريقه التحكم فيه كمان. مبدئيا ده زي ما انتم عارفين هو النينتندو 3DS، من افضل الاصدارات اللي اتعملت في تاريخ نينتندو. والاديشن ده بيجي بشاشه 3D بالجيمز كمان اللي بتدعم ال 3D، وكمان تقدر تتحكم بال 3D بان انت تعمل له اوف او اون. طبعا الكاميرا هنا ممكن ما تبينلكش 3D، انما لو انت باصص للشاشه من زاويه معينه هتقدر انت تشوف ان هي 3D. الجويستيك هنا بتتحكم فيها بالطريقه دي، هي فلات بالكامل. يمكن هي مش احسن حاجه وتحكمها صعب شويه، ولكن انا بشوف هي طريقه مميزه جدا بان انت تقدر تتحكم في المنيوز او تقدر تتحكم في الجيم نفسها عن طريقها. كمان التريجرز الموجوده هنا وهنا ما كانوش احسن حاجه وكانوا كليكي قوي، ولكن هتلاقيهم بالطريقه الصح اللي تقدر توصل لهم بشكل سهل. ويمكن كمان بعده من اكتر الاجهزه والكنترولرز المميزه هي كانت مع الويو. بعد نجاح الوي الشركه قررت ان هي تعمل الويو بطريقه مميزه جدا، بان هي تعمل شاشه هنا وتعمل كنترولز كامله موجوده فيه وتقدر ان انت تتحكم فيها وتلعب عن طريقه هو بس منفصل، ولكن لازم تكون قريب من الجهاز نفسه عشان تقدر ان انت تتحكم فيه بشكل كويس. وكمان التريجرز اللي اتغيرت هنا بقت بشكل افضل شويه، ولحد ما اصدرت نينتندو النينتندو سويتش اللي غني عن التعريف طبعا بالديتاتشبل كنترولرز اللي فيه. يمكن نينتندو هي اول واحده فكرت في الديتاتشبل كنترولرز قبل حتى لينوفو لما عملته في الليجن جو. وكمان ان انت تقدر تنزل الجيمز بتاعتك وتلعبها اون ذا جو ببطاريه بحجم جهاز صغير جدا زي ده وسليم جدا، وكمان بافضل ستاند موجود في اي هاند هيلد شفته. بالاخص كمان لما نزلت الابجريد الجديد اللي هو النينتندو سويتش اولد النسخه اللي معانا دي. يمكن بس الجيمز الموجوده هنا مش هاي اند قوي زي البي سيز او الهاند هيلد بي سي زي اللينوفو ليجن جو او الار او جي الاي، ولكن يظل جهاز ممتع جدا وفاميلي ديفايس فعلا او جهاز عائلي بشكل كبير جدا. ويمكن شركات كتير كمان عملت كنترولرز وايرلس زي الجيم سير نوفا والنوفا لايت بشكل كلير انتيريور، وكمان ب ال دي لايتس موجوده هنا شكلها حلو جدا ومميز، وبكستمايزد بوتنز هنا في الخلف وبنفس اللي اوت الموجوده في نينتندو. والجيم سير نوفا لايت اللي بستخدمه بشكل كبير جدا مع البي سي جيمز بالاخص كمان الهاند هيلد، واللي التحكم من خلاله ممتاز جدا وطبيعي وكمان سعره رخيص. ولو ما شفتش الفيديو بتاع الكنترولرز دي انا بنصحك تروح تشوفه عشان في تفاصيل مهمه جدا في الكنترولز دي وليه هم بالسعر الرخيص ده. حتى كمان الاتاتشبل كنترولرز دلوقتي بقى ليها اديشن من نينتندو نفسها، الاديشن الخاص بليجند اوف زيلدا تيرز اوف ذا كينجدوم اللي كمان بيجي بتريجرز ممتازه وجويستيك كمان كبيره زي اللي في الهاي اند كنترولرز، وكمان في تيربو بوتنز، وكمان في كاستمايزد بوتنز هنا في الخلف تقدر ان انت تعمل لهم كاستمايز. لو رجعنا تاني للدارك ووكر كنترولر يمكن هو فعلا من اكتر الكنترولز المميزه. حتى كمان انت تقدر تستخدمه مع الايباد او الايفون عشان الايباد هنا فيه تايب سي، فانت تقدر انت تشبك
ريسيفر عن طريق الدوك ستيشن ده وتستخدمه بشكل كامل في الجيمز بتاعتك. زي ما انتم شايفين كده انا بستخدم الماوس فيه وبقدر ان انا استخدمه زي ما انتم شايفين كده كجايرو كنترولر كمان في الجيم دي. ولكن العيب المزعج اللي في الكنترولر ده انك فعلا هتاخد وقت كبير قوي عشان تتحكم فيه وتقدر انت تستخدم الازرار دي كلها بشكل سهل جدا، لان في ازرار كتير زي ما انتم شايفين، فلازم ان انت تتعود عليه فتره كبيره. ولكن وانس ان انت اتعودت عليه هتقدر ان انت تستخدمه مع اي جهاز تقريبا. بس طبعا مش هتقدر تتحكم مثلا في المنيوز الموجوده في الاكس بوكس او البلاي ستيشن، وكمان لازم تكون بتستخدم جيمز معينه موجوده في الليسته اللي هظهرها لكم دي، عشان الجيمز دي بتدعم على الكونسولز كيبورد وماوس. ولكن اي جيم ايا كانت على البي سي تقدر ان انت تستخدمه بشكل كامل فيها، وكمان حتى تقدر تستخدمه في الديلي تاسكس بتاعتك. وطبعا في وسط كل الكنترولرز دول انت تقدر تستخدم كيبورد وماوس، وانا بشوفهم من اكتر الحاجات اللي احنا كنا متعودين عليها من فتره كبيره. ولكن انا عندي راي في فكره الجيمنج بالكيبورد والماوس. انا يمكن مش بفضلهم في احيان كبيره قوي، لان انا يمكن في شغلي بستخدم الكيبورد والماوس بشكل مستمر، فلما اروح البيت بحب ان انا اقعد بشكل مريح على الكرسي بتاعي او على الكاوتش او على السرير او في اي مكان، واخد الهاند هيلد بتاعي او اخد الكنترولر بتاع الاكس بوكس واشغل الجيم بتاعتي واستخدمها بشكل طبيعي. فدي الفكره ان انت بتحاول انك تفصل من الشغل بتاعك عن طريق ان انت تبقى مش عايز تشوف الكيبورد والماوس، فبتلجأ لاي كنترولرز من الكنترولرز الثانيه. ولكن الكيبورد والماوس هيفضلوا طبعا من اشهر واول الكنترولز اللي احنا استخدمناهم في حياتنا. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير مع حد ممكن يستفيد بالفيديو ده، واعمل سبسكرايب في القناه وفعل التنبيهات عشان يوصلك كل الجديد اللي انا هقدمه الفتره الجايه. شكرا جدا على المتابعه واشوفكم في فيديو جديد.